السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في فضاء مرائد. غالياتي، غبت عليكم شوية وعاودت رجعت. توحشتكم مرة توحشتكم بزاف. نتمنى ان شاء الله تكونوا عقبتوا صيف مليحة. عقبتوا وقت مليح، دركا راكم توجدوا الولاد ان شاء الله بيدخلوا يقراو. الدخول الاجتماعي، الدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ان شاء الله بداية موفقة للكل. رجعت لكم اليوم بوصفة بسيطة جدا جدا بصح النتيجة هايلة. شوفوا سوفلي خفيف 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 ريشة، توجديه في وقفة، ما فيش الحكايات بزاف. الاساس في لاغوسا تاعنا اليوم هي العجينه تاعنا، لابا تاعنا. اما لا فارس هذاك واش عندك في الدار كيما مارفين نقولوا، اخدمي من الموجود. نروحوا طول لطريقه العمل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم جبنا كميه من الفارينه، انايا خدمت 250 غرام فارينه. مالفا جينيرالمون تشوفوني نخدم بالليكيد وما نروح البودغ اللي هو الفارينة. المرة هذه لا غوصات راح نبداو بالشايح هو اللي نحطو عليه كلش اللي هي الفارينة. جبت 250 غرام تاع الفارينة وجدت عليها، درت عليها نصف ملعقة تاع خميرة الخبز، عندنا ملعقة تاع سكر اكيد ملعقة كبيرة، عندنا بياض بيضة، حطيت عليها 3 مغارف زيت نباتي تقريبا 3 مغارف. ملاح كما نقولوا. المغارف الملاعق اللي قاعده نحكي عليهم اكيد تاع الاكله كما قاعدين نشوفوا في الصوره، وست عليها ملعقه كبيره تاع حليب غبره. من بعد بديت نضيف بشويه يعني الماء دافي. بلا ما ننسى اكيد الملح، حطيت كميه من الملح، دوكا الملح كل وحده تعرف الملح تاعها اذا قاصح ولا لا. وكملت لميت العجينه تاعي بالماء دافي ومن بعد عجنتها قليلا باهي بك يمتزجوا شويه المكونات تاعنا. بعد خطيتها وخليتها تخمر. لهنا اللي ما عندوش حليب بودرة انا استعملته لهنا كمحسن. اللي ما عندوش حليب بودرة ممكن يحكم يحط بار اكزومبل 5 ملاعق 6 ملاعق تاع حليب يكون ليكيد، ويكمل يلم بالماء دافي. بصح اكيد انني حطيته هنايا كمحسن. ديما نقولوا باللي النتيجة تاعو هايلة كي تضيفوه اللي تاعكم. خمرت لي العجينة تاعي نص ساعة كفاتني، دوك الحال لهنا وسخون نسمع حاليا. من بعد من وراها جبتها فرغتها شوية من الهواء، وليت قطعتها إلى قطع صغيرة بنخدمها دي بولات. أنا هذه خدمت بها 4 بحجم متوسط تقريبا فوق المتوسطة كما قاعدين نشوفوا في لي فوتو وشتو في أول فيديو الحبات اللي خرجوا لي تاع لي سوفلي. ماهمش صغار. دوكا لهنا حبيتي تقصيها قل عليا، حبيتي تقصيها أكثر مني الكويرات تاعك راح تحكمي فين في يدك. انت حبيتي ديريها كومونطري باغ اكزومبل ديريها صغيره، معليش ديري دي بولات صغار برك. اذا حبيتي هكا وجبه كيما انا اليوم الحمد لله رب العالمين وجبه خفيف ظريف، غدا ساهل ماهل وبنين، واني قاعده طرونكي ليها وتفرغت لشغلات خلاف حبيت نشاركها معكم لعلي لعلي ندير لكم نعطيكم استفاده ولا نعطيكم تدبيره ديروها وقت اللي تكونوا حابين ديروا حويجه خفيفه خصوصا العشاء. نو جينيرالمون تلقينا العشاء نحبوا نديروا حويجه خفيفه برك وخلاص، والغدا اللي كتب ربي العزيز. بالنسبه لفاصل داخل ما حبيتش لهنا نطول بزاف، درت صوص طوماط مع فيوندا شويه تاع دبشه، واللي عنده فرماج يحب يحط فرماج، اللي يحب يدير حشو اختياري باللي كاين في الدار. كما شفتوا من قبل كنا نخدموا لي ساندويتش تاعنا ولا اي فاست فود كنت نخدموا معاكم. ماشي ديما نحكم نتقيد لازمني ندير حشو سبيسيال ساعات. الاغلب نخدم اللي الحوايج اللي كاينين في الدار، بدون لحوم ولا بلحوم بالطون ولا بلا طون. اللي كتب ربي كما شفتوا هنا وجدتهم حطيتهم في البلاطو تاعي. قلنا الفور من قبل راني شعلته على 175 درجه مئويه بيسخن لي مليح ويكون واجد. نعاود حراف نتكي عليهم بك باطراف الاصابع ولا نضغط عليهم باطراف الاصابع باه ما تفتحليش من بعد. انو كي نحطها في الفور بربي ان شاء الله راح تنفخ لي، تتنفخ وترجع كي البالون باه ما تخرجش لافارس وما تفتحش وتجي سهله من بعد الاكل وما توسخش كما نقولوا كي تعودي تاكلي. هاي لازم نضغط عليها مليح. حكمت دهنتها بصفار البيض، البيضه هذيك اللي خدمناها بالبياض تاعها في العجينه خلينا الصفار بندهنوا به من فوقه. وحكمت حطيت القلي من الجبن المبشور، كان عندي اي نوع جبن مبشور عندك انتيا. بدون يعني ذكر لا موديل ولا ماركة ولا نوعية ولا، إذا توفر توفر إذا ما توفرش ادهني بالبيض وخلاص. ادهني بال حطي شوية سينوش شوية ججلانية، ما كان له تاني. اللي ما عندهمش البيض ولا عندهم حساسية من البيض
ممكن تستغني على البيض تماما في الوصفة هذه، ومن فوقها تحكمي الدهنيه بشوية تاع زبدة ولا زيت. حطينا جبن كيما شتوني، من بعد حطيت القليل من الفلفل، شوية تاع لي فيونداشي. اذا كان عندك زيتون، انا ما كانش عندي صراحة، تقدري تاني تحطي شرائح تاع زيتون من فوقها. بالنسبة لافيونداشي برك، حبيت نوه الامر انه من المستحسن انها ما تكونش كنقولوا ما تحطيش الطراف كبار. دوك شتوني قاعده، دوك تشوفوني قاعده نفتفت برك من فوقها، باه من بعدا تحكم طيب لي في الفور، لاني حطيتها طبعا خضرة، وديجا هذه كنت مداويتها بعدا، بقات لي شويه من اللي طيبتها بنحطها في لافارس الداخل. قلت لكم المرحلة هذه بالنسبة لي راهي زايدة، لا غوسيت راهي حطيتها على أساس إني نمد لكم الفكرة تاع العجينة، لأنها تجي هايلة بزاف، قلنا هشة، تجي بنينة، سهلة في الخدمة، تنجز في وقفة. حبيتي ديريها الشكل هذا، حبيتي تستعملي ليمون اللي قاعدين يتباعوا دركا، أي أشكال كانت، الكير ولا المدور ولا اللي كان. لهنا أنا خدمتها شكل عادي، وجات تشبه لنا البيتزا كالزون. نخدمناها من قبل نورمالمون في لاشين. نخلي لكم ان شاء الله رابط تضربوا عليها طلة، ممكن تلقاوها، تعجبكم، تشوفوها وتعجبكم. نقول لكم شهيتكم في الجنة، طيبتها ما خذت ليش وقت بزاف. انا الفور تعيش على من تحت وحده ومن فوق وحده. تقريبا طيبتها في مدة 20 دقيقة لو ماكسيموم. حمارت لي، حطيتها اكوتي وسربيتها طول مع شوية تاع موخيطو، وهذا هو غدايا نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة، ان شاء الله تعجبكم، تخليوا لي في التعليقات رأيكم فيها. ما تنساش تجمجموا لي على الأقل به الفيديو يخرج ولا يطرحوا اليوتيوب بشكل أكبر. اللي ما زالت ماشي أبوني معايا نقولها واش تستناي. ان شاء الله تكون عودة قوية. هيا في أمان الله، شهيتكم في الجنة ان شاء الله.